بعد توهجه في كان المغرب نائل العيناوي على رادار برشلونة لترميم خط الوسط. كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي برشلونة بمتوسط ميدان المنتخب الوطني نائل العيناوي لاعب نادي روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة لتعزيز تركيبته البشرية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب رفقة المنتخب المغربي خلال نهائيات كأس إفريقيا. ووفقا لصحيفة فيشاجز الإسبانية، فإن نادي برشلونة الإسباني يواصل مراقبة تطور الدولي المغربي نائل العيناوي عن كثب، حيث يضعه ضمن قائمة الأسماء التي تحظى بتقدير كبير داخل أروقة كامب نو بالنظر إلى خصاله البدنية وقدرته التكتيكية، إضافة إلى هامش التطور الكبير الذي يمتلكه في مركز خط الوسط. وأكدت المعطيات ذاتها أن الإدارة الرياضية للنادي الكتالوني تجمع على أن العيناوي يتماشى مع الرؤية المستقبلية للفريق، الباحث عن لاعب وسط قوي بدنيا ذكي في التمركز وقادر على تقديم الإضافة على المدى القريب والبعيد، في ظل مقارنات متزايدة داخل الأوساط الكروية مع لاعب أرسنال ديكلان رايس، وهو ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة التي ينظر بها إلى اللاعب. ورغم هذا الاهتمام، تبدو صفقة التعاقد مع العيناوي معقدة للغاية، خاصة أن روما استثمر مبلغا مهما للتعاقد معه قبل أشهر قليلة، ما رفع من قيمته السوقية بشكل واضح مقارنة بسعره السابق الذي كان في حدود 23 مليون يورو. وتزداد صعوبة المهمة أمام برشلونة في ظل دخول عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على الخط، مستفيدة من إمكانيات مالية أكبر، وهو ما يجعل المنافسة على خدمات لاعب يعيش فترة تطور لافتة أمرا غير سهل بالنسبة للنادي الكتالوني. ويواصل برشلونة جمع التقارير الفنية حول نائل العيناوي، مع إدراكه أن إقناع روما واللاعب معا يتطلب عملية كبيرة ومعقدة، في وقت تشير فيه كل المعطيات إلى أن الدولي المغربي مرشح ليكون أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات خلال السنوات المقبلة، وأن مستقبله سيكون ضمن نخبة كرة القدم الأوروبية. جدير بالذكر أن نائل العيناوي أبان عن أداء مميز رفقة المنتخب الوطني خلال فترة نهائيات كأس إفريقيا المغرب 2025. أضحى قطعة مهمة في تشكيلة الناخب الوطني وليد الركراكي خلال النسخة الحالية من نهائيات كأس إفريقيا المغرب 2025. تشيلسي يزاحم برشلونة في سباق الصفقة الدفاعية. دخل نادي تشيلسي منافسا بقوة في سباق الوصول لتوقيع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي لاعب بورنموث الذي يجذب اهتمام نادي برشلونة. ويعد سينيسي من أبرز مدافعي الدوري الإنجليزي، ونجح في جذب الاهتمام بفضل قدراته الكبيرة. من يفوز في سباق الوصول لتوقيع سينيسي؟ وبحسب تقرير نشره موقع توك سبورت البريطاني، فإن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع مدافع جديد هذا الشتاء في ميركاتو يناير، وتسعى الإدارة لتقوية الصفوف بكل التدعيمات الضرورية لتهيئة الظروف أمام المدرب الجديد ليام روزينيور بهدف تحقيق النجاح. وذكر التقرير أن تشيلسي من بين المهتمين بتوقيع النجم الأرجنتيني سينيسي، ولكن يبقى يوفنتوس وبرشلونة هما الأكثر جدية في هذا الملف. وتبلغ القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني حاليا حاجز 22 مليون يورو. وستجيب الفترة المقبلة عن السؤال بشأن وجهته الجديدة. ويبلغ سينيسي من العمر 28 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وينتهي عقده مع بورنموث في نهاية الموسم الحالي. وكان سينيسي قد انتقل إلى بورنموث في 2022 قادما من فينورد الهولندي، ومنذ ذلك الحين لعب 111 مباراة، سجل فيهم 9 أهداف وصنع 7 أهداف. نجم برشلونة على رادار أتلتيكو مدريد لضمه في الشتوية. انضم ماركو كاسادو لاعب وسط نادي برشلونة إلى قائمة المرشحين للانضمام إلى أتلتيكو مدريد، ويعد أحد الخيارات التي يدرسها المدير الرياضي ماتيو أليماني، وذلك بعد عودة غالاغري إلى الدوري الإنجليزي. كاسادو ضمن خيارات أتلتيكو مدريد لتدعيم خط الوسط، ولا يعد لاعب برشلونة الهدف الأول لأتلتيكو مدريد، إذ يعتبر جواو جوميز هو اللاعب الذي يحظى باهتمام إدارة النادي العاصمي، بل أنه الخيار الأول حسب ما ذكرت صحفية ماركا اليوم الجمعة.
ومن بين هذه البدائل كاسادو الذي يلعب دورا ثانويا تحت قيادة الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، ويتوق للعب دقائق أكثر لمواصلة التطور، كما أن التفكير في كأس العالم تعتمد فرصه في الانضمام إلى التشكيلة النهائية على اللعب بانتظام، وهو أمر لا يحصل عليه في كامب نو، لكنه قد يحصل عليه تحت قيادة سيميوني. وخاض كاسادو 19 مباراة، لكن لعب 871 دقيقة فقط، رغم مشاركته أساسيا في مباراة هذا الأسبوع ضد راسينغ. لم يحدث هذا سوى 10 مرات هذا الموسم، ولم يلعب 90 دقيقة كاملة إلا في 3 منها. ولم تكن هناك أي اتصالات بين الناديين، إنه مجرد خيار قيد الدراسة، لكن الكيانين اللذين تعاونا بشكل كبير في السنوات الأخيرة واللذين تربطهما علاقة جيدة مع كل من ميغيل آنخيل جيل وماتيو أليماني لم يجتمعا بعد للتفاوض. وكانت هناك اتصالات بين أتلتيكو مدريد وولفرهامبتون بشأن جواو غوميز، في دليل واضح آخر على أن البرازيلي هو رقم 1 في القائمة، على الرغم من أن ظهور كاسادو يفتح خيارا آخر إذا لم يتمكن من إتمام الصفقة.